ناس كتيره تيجي تقول لك انا مش بحب اتسحر في رمضان ويا دوب بشرب كوبايه شاي واصلي وانام. يا ابو هات لي 40 بيضه. 40 بيضه 40 بيضه، ايوه انا هتسحر لوحدي. انا عاوز اقول لك ان كده البطاريه بتاع جسمك هتفضل فاضيه طول اليوم وهتحس بجوع طول ما انت صايم. اول حاجه يفضل يكون فيه بروتين في السحور عشان ده بيدي احساس بالشبع لفترات طويله، وطبعا ده زي الفول وزي الجبنه القريش. وعاوز اقول لكم من الحاجات الجميله قوي وبروتين في السحور وتعتبر بروتين نباتي، الفاصوليا البيضاء او الحمراء من الحاجات الهايله اللي بتخليك تحس بشبع، وبروتين نباتي وكربوهيدرات معقده هي من الحاجات الممتازه في السحور. تاني حاجه الجبنه القريش والزبادي، بالذات الزبادي عشان البكتيريا النافعه اللي فيه. حاجه السلطه الخضراء مهمه جدا، ولو ما بتحبش السلطه خد مكوناتها سواء الخيار لوحده او الخس لوحده، من الحاجات الحلوه جدا واللي بتقلل العطش تاني يوم في الصيام. الحاجه الاخيره بقى بلاش شاي وقهوه على السحور، هتخليك تخش الحمام كتير بالليل وتاني يوم تعطش اكتر، فبلاش اي كافيين ساعه السحور او بعد السحور. ورمضان كريم عليك.